ترامب خلى اللي عايز يقدم على اي فيزا لامريكا لازم ان هو يدفع 15,000 دولار. 15,000 دولار زي ما تقول كده كفالة او رهن ان انت هترجع. طيب لو ما رجعتش، في حالة ان انت لو ما رجعتش لا، يبقى ال 15,000 دولار راحوا عليك. طيب لو قعدت يوم زيادة عن اليوم المحتمل بتاع الفيزا، نفس الكلام، ال 15,000 دولار راحوا في راحوا عليك. طيب ال 15,000 دولار هتحطهم فين؟ يعني هتودعهم فين او هتسيبهم فين؟ هتسيبهم في السفارة الأمريكية. يعني وانت كده بتطلع الفيزا قبل ما يدوك تأشيرة لازم هتحط لهم الرهن. وطبعا ده غير كشف حساب البنكي. ومش بس هيطلبوا منك كشف حساب بنكي، ده هيطلبوا منك شهادة HR letter بتثبت فيها مرتبك كام. مهمة قوي دي، خدوا بالكم، هيسألوك مرتبك كام. مش عارف ليه ترامب صعب الموضوع قوي كده، كأنه عايز يقفل أمريكا، عايز أمريكا تبقى للأمريكان فقط، أو عايز يقعد فيها هو لوحده. ده اللي أنا حاسه، يعني إن ترامب عايز يقعد في أمريكا لوحده. إيه حل الموضوع ده؟ بص، أول حاجة خليني أطمنك وأقول لك إن في حال تصوير، في يوم تصوير الفيديو ده، اليوم اللي أنا بصور فيه الفيديو ده، بلادنا العربية مش منهم. حط دول أفريقية في الموضوع ده، في قائمة الدول اللي هيحصل فيها الموضوع ده، ولكن احنا في بلدنا العربية الحمد لله ما اتحطتش منهم، يعني احنا في امان. وتاني حاجة، حتى البلاد اللي هيحط عليهم القانون ده هيخلي القنصل هو اللي يقول اذا كان انت تحط ولا لا. يعني في ناس ممكن من البلاد اللي هو المفروض هيتفعل عليهم القانون ده، اول حاجة القانون ده تجريبي، سنة هيجربوه، سنة تجريبيا من يوم 20/8. من يوم 20/8 هيبدأ تفعيل القانون ده. والقنصل هو اللي هيختار، القنصل هو اللي هيختار اذا كنت انت هتحط 15,000 يا اما كده، يا اما مش هيديك الفيزا، ولا لو شافك ان انت كويس وكده ممكن يقولك خلاص عدي، يعني تبقى انت امان. فلحد دلوقتي دولنا العربية الحمد لله مش منهم. في دول افريقية زي ملاوي وزامبيا والسنغال والكونغو وجنوب افريقيا وكل الدول دي منهم. الجزائر لسه ما اتحطتش، بس انا اعتقد انه ممكن يحط الجزائر، يعني بنسبة كبيرة هو هيحط الجزائر، هتبقى منهم. هو قال احنا لسه بندرس، ترامب يعني قال احنا لسه بندرس ان احنا هنحط 32 دولة في القانون ده جداد. 32 دولة هيخشوا حيز التنفيذ الخاص بالقانون ده. فنتمنى ان دولنا العربية ما تبقاش منهم، لان بجد الموضوع ده هيبقى رخم قوي. طيب يا علي، لو انا رحت عملت لجوء هناك، ما انا كده اسمي ان انا قاعد قانوني في امريكا، هيقول لك لا، راحت عليك. حتى يا علي لو انا عامل لجوء في امريكا، حتى لو انت عامل لجوء في امريكا، هيبقى الحل الوحيد ان انت علشان تسلم من الموضوع ده، يعني انت عايز تروح امريكا بس من غير ما تحط رهن 15,000، هيبقى حلك الوحيد ان انت تكسب الهجرة. لو انت مثلا خلينا نقول من الجزائر، والجزائر اتحطت في ضمن الدول اللي لازم يحط كفالة 15,000 دولار قبل ما يروح امريكا، ورحت هناك انت كسبان اللوتري، يبقى انت يا معلم تمام، معلكش اي مشكلة ومش هتحط ال 15,000، هتبقى انت كده في السليم. قانون رخم زبالة، هيبوظ حياة ناس كتير، بالذات الناس اللي عايزة تروح تعمل لجوء هناك، دول كده حياتهم بقت صعبة تماما. يعني ان انت حتى لو عملت لجوء هناك بقيت قاعد قانوني، حتى لو اللجوء بتاعك اتقبل، لو قننت وضعك او حتى لو جبت عقد عمل، راحت عليك ال 15,000 دولار. انا بقول لك انت لو قعدت يوم زيادة عن المدة المسموحة لك داخل امريكا راحت عليك الفلوس، حتى لو رجعت بلدك راحت عليك الفلوس. بالنسبة بقى للناس اللي قاعدين في امريكا بطريقة غير قانوني، دلوقتي ترامب اتاح ان انت تقدر ان انت تروح تقدم على لجوء. يعني قال لك الناس اللي قاعده بطريقه غير قانونيه، بدل ما احنا مش عارفين عنهم حاجه، لا تعالوا قدموا لجوء. بس انا كعلي ما انصحش. ده كمين يا معلم. اعتقد كده، يعني انا بنسبه كبيره اعتقد ان ده كمين. ترامب مش عبيط عشان يعمل حاجه زي كده، هو اصلا عمال يصعب الهجره بطريقه قانوني، فما بالك الناس المهاجرين بطريقه غير قانوني. فانا اعتقد ان ده كمين. استنى كده عشان مش شايف حاجه. فده كمين. لو هتسالني
والله يعني لو تعرف تقنن وضعك بطريقه تانية غير ان انت تروح تعمل لجوء اعمل كده. لو تعرف تحصل على عقد عمل H2B ولا اي حاجه من الفيز بتاعه عقود العمل اعمل كده طبعا. لو تعرف تقنن وضعك بلاش دراسه، بلاش دراسه عشان هتتقبل، وترامب اصلا عمال يصعب الدراسه. الناس اللي عماله تسالني يا علي ده موتوسيكل موتوسيكل او عربيه سبورت، الناس اللي عماله تسالني يا علي عايز اروح دراسه، عايز اقدم على كورسات، هقول لك لا بلاش دلوقتي، بلاش دلوقتي خالص. بصوا المنظر هنا جميل ازاي، مش هتشوفه طبعا. بقول لك بلاش دلوقتي لان ترامب اصلا واخد كل القرارات ضد فيز الدراسه، وقفل ان يجي طلاب انترناشونال او طلاب دوليين يجوا من دول اخرى. وطبعا بقى الناس اللي بتقول لي يا علي انا عايز منحه والكلام ده كله صفر، انساه، امحيه من ذاكرتك خالص. لا في منحه ولا ترامب هيصرف عليك ولا مليم. ترامب عايز يدفعك بس، اعمل حسابك على كده. ترامب مش قبل كده يعني ايام بايدن كان اللي بيكسب الهجره في ناس اللي هي غير قادره. الناس اللي هي غير قادره طبعا، اللي بيثبت ان هو غير قادر ومش معاه فلوس كفايه، كان بيروح محكمه الهجره وبياخد $3000. ده اللي عامل ده اللي كسبان الهجره اللي هي اللوتري. دلوقتي ترامب لغى الموضوع ده وقال لك شرط الباسبور بنسبه 90% شرط الباسبور هيرجع تاني وانت بتقدم على اللوتري. فالناس اللي هتقدم على اللوتري الحق جهز باسبور، الحق جهز باسبور. الناس اللي هتقدم معايا الحق جهز باسبور. انا هو بقول لك اهو في الفيديو عشان اثناء التقديم تبقى عامل كل اللي عليك، لان انا بعت الناس من اللي كانوا مقدمين معايا والناس اللي هتقدم معايا وقلت لهم كلهم ان هم يجهزوا باسبور، بس اكيد ممكن ناس تقع مني يعني، فانا قلت اهو في الفيديو تمام. لو هتقدموا على اللوتري وانتوا اسره كلكم تطلعوا باسبور. الباسبور مش هيبقى للمقدم الرئيسي فقط، لا الاسره كلها تطلع باسبور. فما فيش حاجه اسمها انا المقدم الرئيسي فانا بس اللي محتاج باسبور، قلت لك كلكم محتاجين. طيب بالنسبه بقى للناس اللي هتروح سياحه عشان نتكلم برضو بالتفاصيل، لو هتقدم هترهن 15,000 ليك ولمراتك، ولو عندك ابن 18 سنه فيما فوق كل ده هيتطلب $15,000. طيب لو عندك اطفال اقل من 18 سنه دول بيصنفوا ان هم اطفال، فدول الواحد عليه $5,000. يعني لو عندك كتير هتدفع على كل واحد منهم $5,000. طيب لو ولادك سنهم معدي 18 سنه هتدفع للواحد $15,000 زيه زيك بالظبط. تمام. انا بقول لك اهو، بقول لكم علشان خاطر تبقوا عارفين ومحدش يجي يتصدم. الفلوس هتسيبها في السفاره، ممكن القنصل يطلب منك وممكن ما يطلبش منك الفلوس دي كلها، يعني برضه على حسب مزاج القنصل. فلازم نبقى عارفين الحكايه دي سخيفه جدا. دي هتطبق على فيز السياحه، فيز الدراسه، فيز العلاج، كل انواع الفيز لازم هتتطلب ان انت ترهن $15,000 بس. يا رب ما كنتش طولت عليكم وقلت لك اي حد في اسرتك محتاج باسبور لو هتقدم على اللوتري. بالنسبه لموضوع $15,000 فكل فرد في الاسره هتدفع له زي ما قلت لك، اللي اقل من 18 سنه $5,000، ازيد من 18 سنه $15,000. تمام. بس يعني خلينا نشوف. بس انت دلوقتي مستقبلك كله في اللوتري. لو عايز تاخد اجراء بالنسبه لكاس العالم، الناس اللي هتقول لي انا عايز اقدم لكاس العالم اعتقد هتبقى نفس الكلام، موضوع $15,000 اعتقد يعني بنسبه كبيره. بس خلينا نشوف. انا متابع معاكم واي حاجه بعمل لكم فيديو جديد على طول. انا دلوقتي قلت اعمل لك الفيديو ده علشان اطمنك واقول لك ان مش كل الدول العربيه فيهم، بس ترامب بيدرس انه هيحط 32 دوله جديده في الموضوع ده. فخلينا نشوف الدول دي هتبقى مين وان شاء الله خير. يعني هم دول افريقيه زي ملاوي وزامبيا، واعتقد الجزائر اتحطت او هتتحط، يعني بنسبه كبيره الجزائر هتتحط. فالحق النهارده قبل بكره قدم على فيزا وروح للجزائر لو انت من الجزائر على طول. بالنسبه لتونس اتحطت ضمن القائمه، يعني تونس اوريدي اتحطت، الجزائر لسه ما اتحطتش. ليبيا ممنوعه اصلا. ليبيا والسودان والدول الممنوعه دي ممنوعه خالص، يعني حتى لو معاك فلوس ان انت ترهن $15,000 لا انت ممنوع ان انت تروح اصلا. بس كده يعني لو انت من الدول الممنوعه لا، فقرار 15,000 ده مش عليك، لان انت اصلا حتى لو هترهن مش هتتقبل يعني. فبس انا قلت اقول لكم باخر التطورات، وخلينا نتابع مع بعض الجديد. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. لو في حاجه اكتبوا لي بقى في التعليقات. بالنسبه للناس اللي عايزه ان انا اقدم لهم في الهجره، احنا دلوقتي في شهر 8. قبل ما شهر 8 يخلص انا عملت لكم اوفر تاني،
اعمل اشتراك في العضويه، هتلاقي كلمه جوين او انضمام، وخد اشتراك الفي اي بي. بس لازم تبقى مواظب على الاشتراك، تجدده شهرين. في ناس من اللي كانت مشتركه معايا اوريدي من قبل كده ما جددش الاشتراك، عمل الاشتراك الشهر اللي فات شهر 7 وما جددش. انت لو فضلت ما جددتش كده، ولا الشهر 8 راح عليك وانت ما جددتش، انت كده بره الليله. تمام؟ فالناس دي خدوا بالكم، الناس اللي ما جددتش الاشتراك، الناس اللي كانت عامله اشتراك عشان اقدم لهم وما جددش الاشتراك، انت كده بتروح عليك. لو شهر 8 خلص هيبقى زيك زي اللي ما اشتركش بالنسبه لي، يعني هتبقى ليها تكلفه تانية. ده لو هقدم اصلا، يعني انا قلت اعملها لكم كده علشان خاطر الناس بتروح مكاتب بيضحك عليها وبتقع قد كده في التقديم، فهي مش مستاهله يعني. فانا قلت هقدم لك انا وعملتها لكم مبالغ رمزيه علشان خاطر ما حدش يقع يعني. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمري، سلام عليكم.